النهاردة هنعمل أم علي بطريقة سهلة جدا من بواقي الفطير، زي ما شفتوا من عنوان الفيديو. من بواقي الفطير هنعمل أحلى أم علي. لو أول مرة تشتركوا في قناتي فعلوا زر الجرس واشتركوا عشان يوصلكم كل حاجة جديدة أنا بقدمها، وتابعوني من جوه الفيديو كده. هنشوف عملنا أم علي ازاي. تابعوني. النهارده ام علي هنعملها بطريقه سهله جدا من بواقي الفطير زي ما قلت لكم. هنعمل احلى طواجن ام علي. آه مش عارفه اسميها ايه، بس هي يعني حاجه كده. شايفين شكلها من جوه ومن بره كانت يعني ايه، مش مقرمشه، لكن فيها الوش متحمر بطريقه حلوه ولذيذه جدا. بجد هتعجبكم قوي. يلا بينا كده من داخل الفيديو نشوف عملنا طواجن ام علي دي ازاي بارخص طريقة وابسط مقادير. انا اول حاجة بيكون عندي فطير كنت ببقى عاملاه. بواقي بقى اللي موجودة عندي هوريها لكم دلوقتي. ده فطير كنت عاملاه معاكم. مش عارفة الفيديو هينزل قبل ده ولا بعديه. انا كنت عاملة الفطير وازاي طريقة الفرد والتوريق بتاعته، وده شكله اهوت. يعني احنا كده بالنسبة لنا ده تاني يوم اتاكل بقى الفطير اللي اتاكل، والباقي انا حطاه بحطه في شنطة كده. اوقات بيبقى فيه آه، الولاد في منهم اللي بيحب الناشف، في منهم اللي بيحب الطري. هو صراحة بيتاكل لان هو مش ناشف ولا مقرمش، لكن هو انا بشيل الوش ده، يعني يعتبر بقى خليه او اي فرافيت بتقع معاهم واحنا وهما بياكلوا في طبق. مثلا الفرفتة اللي هي بتكون وانا بقطع الفطير بيبقى فيه فرفتة كده. او لو عندك فطير ما تاكلش اهي، انا بوريكم هنا ان هي ناشفة، مش ناشفة خالص، لا هي طرية. والفطير نفسه مورق حلو، مع ان رغم ان ده تاني يوم والجو شتا والمفروض ان السمنة بتكون تجمدت فيه، لكن بالنسبة لنا بجد رهيب قوي. زي ما شفتوا كده حطيت البواقي دي كده كلها، وقطعت كمان من الفطيرة. يعني الفطيرة دي كانت كاملة، قطعت منها عادي اجزاء اهي، بقطع منها اجزاء. تمام. قطعتها كده في الطواجن زي ما انتوا شايفين، وقسمتها بحيث ان هي تبقى كلها ايه كله متساوي. جبت بقى معلقة كبيرة من جوز الهند او معلقتين وحطيتها، وكمان حطيت معلقتين 3 من السكر، وحطيت اللبن المغلي بسيبه لما يهدى كده ويكون دافي كده، وببدأ احطه على الطواجن. شايفين اقتصادية جدا. بحط على الوش بقى معلقة من القشطة. آه، قشطة وش اللبن لو موجودة. عايزة تخلي بقى، انا عاملاها لحد دلوقتي اقتصادية، عايزة تخليها بقى هي دسمة جدا. وزي يعني اكتر قوي زي اللي بره. عندك كريمة لباني حطي. عندك قشطة جاهزة حطي. انا بقى برضو عملت طاجن كبير بايركس. طاجن بقى فخار، طاجن بايركس زي اللي عندك او اللي متاح اعمليه. والسكر حسب الرغبة طبعا. ايه بعد ما بحط اللبن كده بدوق برضو السكر، لو عايز سكر تاني بحط. لكن في الغالب يعني الطواجن دي كل واحد خد 3 معالق تقريبا يعني. دخلتها الفرن كده زي ما انتوا شايفين كده اهي، على درجة حرارة عالية عادي مفيش اي مشكلة. وهم في الفرن بيتمخطروا كده في الفرن زي ما انتوا شايفين. حطهم في الفرن الصغير اللي عندي الكهرباء، وبدأت كده هسيبهم لحد ما الوش يحمر. اول ما الوش يحمر خلاص اخرجهم، ما بحتاجش بقى اي حاجة تاني. هي بيكون طعمها جوسي وحلوة قوي وجميلة بجد، لازم تجربوها. ادي هي شكلها بعد ما الوش احمر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد مبهرة جدا، طعمها حلو قوي، ما تتفرقش عن الجاهزة، وعجبت الولاد. على الرغم اني قبل كده كنت جايبة اللي هي ام علي الجاهزة، اكياس فيها الملفي وكده، وعملتها. لكن والله بجد ما تتفرقش عن الطعم، وهي شكلها جميلة جدا. وهدوقها كده قدامكم، ويعني طاجن شكلها يتحدث عن نفسه. اشوفكم بقى في فيديو تاني جاي جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل حاجة جديدة انا بقدمها.